اكيد مبسوط بالمكسب، ومبسوط اكتر انه جاي بعد خساره اخر 4 كلاسيكو ضد برشلونه، ومبسوط بشكل شخصي لتشابي الونسو ان افكاره انتصرت. النهارده تشابي الونسو طبق فكره المان تو مان تارجت، ضغط عالي على برشلونه، وده سبب متاعب كبيره جدا لخط دفاع برشلونه في البيلد اب، وخلاك تصنع كتير من الفرص، مش فرص عاديه، دي فرص خطيره وحقيقيه. ولولا الاوفسايد ورعونه لعيبه ريال مدريد كان زمان الماتش ده راح في حته تانية. والدليل على كده ان ريال مدريد سدد 23 تسديده، والاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه 3.6 فانت متخيل الرقم عامل ازاي. ما عجبتنيش لقطه فينيسيوس، وبرضه ما عجبنيش تبديل تشابي الونسو لفينيسيوس في الدقيقه 70 وهو اصلا الافضل في الملعب. اللي هفضل دايما اقوله ان جوده افراد ريال مدريد في حاله واحده، في حاله ان هم في يومهم، في مستواهم. محدش هيعرف يقف قدام بيلينجهام، فينيسيوس، امبابي بكل القدرات الفنيه والتقنيه اللي عندهم لو هم في يومهم، لو هم فايقين. وده اللي احنا شفناه النهارده. اتفرج على رؤيه بيلينجهام، على مهاره فينيسيوس واللي عمله في دفاع برشلونه، على انهاء وتحرك وذكاء امبابي رغم انه ضيع ضربه جزاء. لكن يظل بالنسبه لي الثلاثي دول هم رعب لاي فرقه بتواجه ريال مدريد.